سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع الموجودة في قلب كومباوند، يعني اتسرقت من وسط الأمن والحراسة. صلاح الحاجة الوحيدة اللي اتجمعت عليها المصريين آخر 12 سنة. أكتر إنسان مشرفنا ومفرحنا كلنا. معظمنا عنده فرق بيشجعها في أوروبا، لكن الكل اتلم ولف حوالين ليفربول علشان خاطر صلاح. جماهير ليفربول عملته بطل وأيقونة وغنت له. الناس كلها بتتجمع قصاد الشاشة عشان تشجع صلاح اللي بيجي مصر عشان يتهان. أكيد مش قصدي بس على السرقة وإنه ليه اتسرق، لا، مفهوم جدا إن الحرامية مش هتميز هما بيسرقوا مين، هما عايزين أي حاجة يسرقوها وخلاص. يا خاين يا عمي، يا عدو الوطن يا عمي، مش كده يا كلب يا عمي، بالراحة مش كده يا عمي، يعدموا بالرصاص في ميدان عام. صلاح كل حاجة بيعملها في مصر بحساب. أيوة، كل حاجة بيعملها في مصر بحساب. لما مرة اتكلم عن العقلية ركب الترند بسخرية، كل الناس هجمته وكل الناس اتريقت عليه. ومرة تانية بسبب البودي جارد، وغيرها بسبب صورة الرعاية بتاعت كاس العالم بتاعت الطيارة. واحد مشرفك في المحافل العالمية بيجي هنا للجماهير عشان يتهان ويتقال عليه بيلعب من غير نفس وملوش تأثير على المنتخب. ازاي افضل لاعب في افريقيا مرتين وهداف ليفربول التاريخي في البريمير ليج وهداف الافارقة التاريخي في دوري الابطال اوروبا بيجي عندك هنا يتعامل وحش؟ افضل لاعب في تاريخ مصر ما بيتهنش غير في مصر. بعيد عن موضوع السرقة لان دي حاجة عادية، قضاء وقدر، ممكن يحصل لأي حد. انما انا سؤالي عن اهم رياضي في تاريخ مصر اللي بدأ مشواره من قرية النادي للعالمية، اللي ترشح للبالون دور وذا بيست، بيتهان في بلده دايما ليه؟ مرة هو ومرة مراته. هو صلاح يستحق مننا كل ده، ولا يستحق ندرس قصة كفاحه ونتشرف بيها ونتمنى ان حد غيره يقلدها ويبقى هو كمان نجم عالمي؟